السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتقاسم معاكم وصفتين: سلطة ووصفة تقليدية شعبية بهذه النبتة الجميلة الصحية. بقاو معايا، راح نتقاسمهم مع بعض. هنايا شريت 2 بيضات تاع البوغبيي، يعني الرجيلة. هاد النبتة يعني غنية جميلة، يعني بنينة صحية، نلقاوها في فصل الصيف، خاصة في فصل جويي وأوت. شوفوا هنايا، بعد ما غسلتها مليح، جبتها غسلتها هكداك مليح، نقيت لها هادوك لي زيرب نويزيبل اللي فيها، نحيت لها كامل الحاجه اللي ما تصلحش. نشد هكذا اللي تكون طريه الاغصان، نحي غير الاغصان، هكذا نحيها بالاغصان. واللي تكون هادوك الاغصان عفوا عاصيين، نحيهم ما نستعملهمش. هكذا انا نقي هذوك الاوراق. نعرفوا هذه النبته غنيه جدا بالاوميغا 3، يعني فيها فيتامين سي، يعني ما غنيه بزاف، مليحه للصحه، مليحه للقلب، مليحه للضغط، مليحه للكوليسترول. يعني فيها نبته سبحان الله، ربي عطاها لنا. يعني هذه النبته نصيبوها في البحاير، يعني دايره تنبت كل حصيره في الارض، تحب الماء. يعني كي تجيبيها ما تخليهاش بزاف، ما تخليهاش فوق نهار في الثلاجة، يعني بالخف تتلف هاد النبتة. يعني الي ريش بوتاسيوم ومغنيسيوم وفيتامين سي، يعني فيها فوائد عظيمة، ويعني فيها الأوميغا 3 اللي نلقاوها في السمك. يعني نبتة الله يبارك صحية. هنايا بعد ما نقيتها كامل هكذا، نجوز نقطعها قطع صغيرة. أنا هنا رايحة نديرها بالتيشة تاع المرمس، وصفة يعني تاع زمان، صحية 100%. وهنا عندي نص ربيطة تاع القزبر، كيف هكذا نقطعها رقيقة. يعني غير اللي يصيب هاد النبتة غير يشريها ويوجدها. هي بعد ما قطعتهم كامل، وهنايا هي عندي دجيجة يعني غسلتها مليح، قطرتها. نديرهم يفوروا. هنا نحتاج راس تاع الثوم، نحتاج الملح، الزيت، ونحتاج فلفل حلو، فلفل حار، يعني كنت خلطته. وهادو الاوراق خليتهم باش نوجدهم سلطه. يعني هاد النبته نقدروا نديروها سلطه، كما نقدروا نطيبوها عده وصفات. هنايا درتها تفور مع هذاك التيشه تاع المرمز تاع الشعير عفوا. وهنايا جبت المهراز. طبعا الوصفة التقليدية تاعنا نحتاجو المهراز. درت هذاك الثوم اللي نقيته، نضيف له الملح، الفلفل العكري، ونترسو الفلفل الحار ونترسو. يعني هاد الوصفات شوية راهم منسيين، يعني أنا نسيين نقدم لكم الوصفات الشعبية التقليدية. هكذا ندرس الدرسة تاعي. وهنايا جيبي طنجرة ولا جيبي مقلاة، ولا ندير الزيت. ديري 2 مغارف تاع الزيت، ونزيد 2 مغارف تاع زيت زيتون. واللي تحب دير غير زيت زيتون دير غير زيت زيتون، ولا كاين الاختيار زيت زيتون ولا زيت عادية، الويل دو تورنسول. هايدا ونجيب هذيك الدرسة. هذه الوصفة صحية 100%، يعني وتجيب بزاف بنينة. وهنايا هذاك المهراز شللته بشوية تاع الماء. هنايا ها هي درتها تفور مع هذيك التيشة تاع الشعير، خطرة على خطرة هكذا نخلطوها. وهنايا نجوز ندريسي لاسيت تاعي تاع لا سالاد. هنايا نجيب هذوك الاوراق تاع البرتقال ولا الرجيله ولا البوغبيي، كل واحد كيف يسقيلها، هكذا نحطهم في الصحن. كما هاد النبته هادي نقدروا نديروها في المرق تاع الكسكس، نقدروا نديروها في لي سوب، نقدروا نديروها في لي زومليت، يعني في لي صوتي. يعني نقدروا ناكلوها هكذا، يعني تجي شويه فيها لاسيديتي هادي، وتجي شويه مايله شويه فيها شويه تاع الحار، يعني هكذا تجيب بنينه. يعني هكذا ضفت لها شويه تاع طماطم، نضيف البصل. وهنايا عندي شويه تاع زبيب اسود، هكذا نضيفو
اللي يحب يضيف الجبن يضيف الجبن. هكذا هنا عندي ندير لها شويه، نزيد لها شويه لو كروكون في هذا السلطه تاعي. درت لها غير حبيبات تاع الجوز هكا، هكذا كسرتهم حبيبات تاع اللوز، هكذا كسرتهم ونضيفهم للسلطه تاعي. يعني سلطه تخي ريش. وهاد السلطه واش نديرو لها كون فينيغريت، نديرو لها غير زيت الزيتون والقرص، هذا ما كان. يعني ما نضيفو لها لا مايونيز لا لي كرام هادوك لا والو، هكذا طبيعيه يعني وغنيه هاد السلطه. يعني اللي يحب الاكلات الصحيه ما عليه غير يوجد هاد الوصفات. هنايا الدرسه تاعي درتها فوق النار هكذا، نقليها على نار قليله شويه ونضيف لها هذاك الماء باش ما تنحرقش هذيك الدرسه. هكذا ونضيف هذيك التيشه مع هذيك الرجيله، هكذا نخلطهم مليح ونضيف لهم الماء، شويه تاع الماء باش يدو البنه تاع الدرسه، نخليها على نار قليله يعني ما تجيش ناشفه بزاف هاد الوصفه. هكذا نضيف لها الماء، نضيف لها شويه غطيها بالماء هكذا باش هذيك التيشات تجي طريه وتدي البنه نتاع هذيك الرجيله. صدقوني تجي بزاف بنينه. هيا هكذا نخلوها شويه خفيفه يعني ما حاتش تزيد تشرب. وهنايا هما واجدين، هنايا نقدموهم بزيت الزيتون، نديرو له هكذا زيت الزيتون يعني وقت اللي نكونوا رايحين نتناولوهم او مومون سيرفير، هكذا نزيد زيت الزيتون ونعصر عليهم القرص الليمون. واللي يحب يزيد الملح، انا ما نضيفش الملح بزاف يعني شتوني درت غير الملح غير في الدرسه، يعني نقدر على قد ما نستطيع نحي الملح بزاف والسكر من الوصفات تاعي. شوفوا كيفاش تجي بزاف بنينه بزيت الزيتون والقرص، صحيه ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات يعني الصحيه، والوصفه تاع اليوم تعجبكم. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.